السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناتكم قديم وجديد، يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هعمل معاكم جديد. الترند اللي نازل اللي هو الكوكيز بالعسل الأسمر والكوكيز بالنوتيلا. هنجرب الاتنين ونشوف الكلام ده صح ولا ايه. هندخل في النوع الأول على طول اللي هو بالعسل الأسمر. عندنا كوباية عسل أسمر زي ما احنا شايفين وبيضة وفانيليا. بنقلب المكونين دول مع بعض كويس قوي، وبعدين عندنا نص كوباية زبدة، يعني ما يعادل 4 معالق كبار زبدة. بنضيفهم للمكونين دول. بنضيف الزبدة كده للعسل والبيضة وبنقلب كويس قوي العسل والبيضة والفانيليا، وبنخلط لحد ما يتخلط عندنا المكونات مع بعضها بالشكل ده. بنحط الدقيق عندنا 3 كوبايات ونص. ال3 كوبايات هنبدأ نحطهم كوباية كوباية، وبنخلي النص ده للآخر احتياطي. بحط معايا اول كوباية وبحط معاها البيكنج باودر معلقة صغيرة مليانة، وبقلب لحد برضو بمزج المكونات مع بعضها. عايزة اقول لكم عن النتيجة دلوقتي، بس مش عارفة استنى لاخر الفيديو ولا نقول. ادي تاني كوباية معانا، تاني كوباية دقيق بحطها وبخلط برضو. بحط معاها ذرة ملح او ربع معلقة ملح صغيرة، مش كتير. بخلط كويس، وبعدين بدخل على الكوباية التالتة. وبخلط برضو كويس. بعد ما اخلط الكوبايه التالتة هنا بشوف القوام. هو يا جماعه الكوكيز بيبقى قوامه بيلزق شويه، مش عجينه. يعني ما بوصلش بيه لدرجه ان هو يبقى عجينه زي عجينه القرص او كده، لا. انا بوصل بيه لحد درجه تلزيق بيلزق كده في ايدي. فما بكترش الدقيق. فالنص كوبايه الاخراني ده هفضل احطه شويه بشويه لحد ما ابص معايا اشوف وصل للقوام المطلوب ولا لا. هو معايا هنا وصل لحد ربع النص ده خدت ربعه. يعني نص الكوبايه الاخراني ده خدت ربعه. ممكن انتي نوع الدقيق معاكي سايح شويه او بتاع، فممكن بتاخدي نص الكوبايه كمان معاكي. ودي اول حاجه صح في الفيديو، ان هي خدت 3 كوبايات ونص على البيضه وكوبايه العسل والفانيليا. هو اللي مش مظبوط بقى في الكلام ان هو طعم الكوكيز. هو مش طعم الكوكيز، هو طعم بسكوت عادي بالعسل الاسمر. هو حلو ومفيد ومكوناته حلوة، لكن مش طعم الكوكيز يا جماعة. هنا بسلك، بضطر بقى اعجن بايدي. مش بعجن، يعني بلم العجينة مش بعجن. يبقى هو هنا طعمه حلو وكل حاجة وبسكوت عادي بس بالعسل الاسمر، فهو مفيد للاطفال. اللي عايز يعمله وهيبقى معاكي كويس. انا ولادي حبوه عادي واصحابهم كمان حبوه، بس هو ما يبقاش اسمه كوكيز وملوش علاقة بالكوكيز. يعني هو مجرد بسكوت بالعسل الاسمر. هو مفيد وحلو. هنا العجينة وصلت معايا هنا القوام المطلوب. بكورها بقى وبعملها بالشكل بتاع الكوكيز، وبحط عليها الشوكليت شيبس. بحطها في الفرن عندي بعد ما بعملها في الصينية على درجة حرارة متوسطة، يعني من 160 ل180 عندك كده. لو انت عندك الفرن حامي اعمليه من 160 ل170. لو متوسط وعادي يبقى على 180 في الرف الوسطاني. بتقعد معاكي ربع ساعة بس، بتتابعيها بعد الربع ساعة بتشوفي استوت معاكي وبدأت تسيب من الصينية كده، يبقى استوت. حطيها بقى شوية 5 دقايق كده ولا حاجة، واطفي عليها زي ما احنا شايفين معايا كده. انا قلت لكم على النتيجة من قبل ما اوصل لاخر الفيديو. عندك بقى هنبدأ في نعمل في النوتيلا بعد ما ندخل دي الفرن ونسويها وتطلع بالمنظر ده. هي طعمها حلو وكل حاجة يا جماعة. اللي عايز يجربها يجربها كنوع بسكوت، لكن مش كوكيز. عندك بقى النوع التاني اللي بالنوتيلا. هنستخدم فيه بيضاية، 3 معالق كبار نوتيلا. يستحسن تحطي برضو معاهم شوية فانيليا. انا ما حطيتش، لكن لما طلع قلت يا ريتني كنت حطيت فانيليا. هي هنا نسيت برضو ما قالتش على الفانيليا. ادي حاجة. هنبدأ نحط الدقيق بعد ما خلطنا المكونين مع بعض كويس قوي.
هي في الفيديو قايلين نص كوباية دقيق. معايا يا جماعة اللي في ايدي دي كوباية دقيق، انا حطيت نصها وجربت هشوف هوصل القوام المطلوب ولا لا. لقيته طبعا للأسف لا، لسه بيلزق قوي، فحطيت بقية الكوباية زي ما انتوا شايفين. فوصل معايا كده ان ال3 معالق النوتيلا مع البيضة خدوا كوباية دقيق بحالها. انا عن نفسي حطيت ربع معلقة بيكنج باودر صغيرة علشان اضمن الهشاشة بتاعته تبقى كويسة معايا، والقطمة بتاعته تبقى كويسة معايا. برضو بعمله زي الاولاني، بلم العجينة وبعمله بنفس المنظر بتاع الكوكيز الاول، وبخبزه برضو بنفس درجات الحرارة. طبعا بالنسبة لانه فيه شوكولاتة فطعمه عجب بالناس، لكن طعمه برضو مش زي الكوكيز اللي هي بالزبدة لانه مفيهوش زبدة. فالنوعين يعني ممكن تجربيهم على انهم نوع بسكوت. لو عجبكم فكرة الفيديو، لو عايزيني اجرب لكم حاجة ابعتولي، وما تنسونيش بقى بدعوة حلوة ليا والأولاد بصلاح الحال. والسلام عليكم ورحمة الله.